أهلا أصدقائي، نكمل الحلقة الثانية الأنسولين والرياضة. بالحلقة الأولى شرحنا ليش ضروري نعرف إيش قد أنسولين وإيش قد رياضة. هسه نكمل الحلقة الثانية. اللي يلعبون رياضة لسببين، إما عندهم سمنة إما يبنون عضلات. هسه بالنسبة للناس اللي تريد تعرف هل هي وزنها طبيعي لو وزنها عالي، حتى نعرف إيش قد إحنا وزننا، وهل انه وزننا بالضمن المستوى الطبيعي واحنا جايين بس نبني عضلات، او احنا عندنا شغله ثانيه، عندنا وزن زايد حتى نضعف ونبني عضلات. الجواب كالاتي: اكو شيء اسمه معادله اسمها بادي ماس اندكس، يعني يطلع لك انت وزنك ضمن الطبيعي او مو الطبيعي. البادي ماس اندكس هو الطول بالمتر تقسيم الوزن، الوزن تقسيم الطول بالمتر تربيع. زين، النتيجة اللي تطلع هي بين 18.5 إلى 24.9 يعتبر وزنك طبيعي. راح أحط لكم لينك بالتعليقات حتى تقدر تعرف إيش قد أنت وزنك، يعني بس تحط وزنك وطولك هو يطلع لك ايش قد البادي ماس اندكس، يعني كتلة الشحم ايش قد عندك، زايدة مو زايدة. زين، اكو قسم من الناس يكون عندهم البادي ماس اندكس اللي هو الكتلة الشحمية بالجسم ضمن الطبيعي، بس يعتبرون سمان. ليش؟ إذا كان الشحم كله متمركز بمنطقة البطن، شلون نعرف؟ انه انت اذا رجل وتقيس محيط الخصر اذا طلع اكثر من 94 سنتيمتر يعني تعتبر انت من ضمن اللي عندهم سمنه. اذا المراه يكون الخصر مالها 80 سنتيمتر معناته هي عندها السمنه. اوكي، فانت تقدر تعرف ايش قد بالضبط وزنك وانت راح تشتغل بالرياضه وتاخذ انسولين او تاخذ حبوب تزيد افراز الانسولين. شلون تنظم وقت، شلون تلعب رياضه بحيث ما يصير عندك هبوط، والهبوط شي يؤدي متكرر. يعني كانت بالحلقه الاولى السبب انه الرياضه هو دواء ثالث للسكري، لانه الرياضه راح تسحب كل خزين الجسم من السكر وتستخدمه بالرياضه. وين مخزون الجسم؟ بالعضلات نص كيلو من السكر، وبالكبد 5 ملاعق اكل من السكر. ورا الرياضه راح يجي يمتصه كله ويرجعه للعضلات، فيؤدي الى هبوط السكر، وخصوصا بالليل من انت نايم يجوز تفقد الوعي وصار عندك هبوط بسبب الرياضه. فلهذا احنا راح نحكي عن هذا الموضوع بشكل حلقات، واحنا اليوم بالحلقه الثانيه ونكمل بالحلقه الثالثه السكري، سلسله السكري والانسولين او حبوب اللي تزيد افراز الانسولين. صيدلانيه جنان مثقف سكري.